عمرك فكرت ازاي الناس زمان كانوا بيتواصلوا مع بعض من غير ولا تليفون ولا انترنت؟ جربت انت في يوم تبعت رسالة لواحد صاحبك قاعد في القاهرة وانت قاعد في الشرقية والرسالة توصل له بعد 3 ايام؟ عمرك شفت رسام بقى مخترع اختراع غير العالم؟ يلا بينا نعرف. فجأة وصل له خبر بسيط جدا على ورقة: زوجتك في حالة نقاهة، يعني زوجتك تحتضر، يعني الحاجة بتموت يا عم الحاج ما تروح تلحقها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في أول حلقة من حلقات شفرة الجمعة، والسلسلة دي هنتكلم فيها عن القصص والحواديت اللي ورا التكنولوجيا واللي وصلتنا للبرمجة لحد ما احنا عايشين دلوقتي. فحضر قهوتك ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونعرف مين المخترع ده. زمان قبل ما يدخل عصر التكنولوجيا والحداثة اللي احنا فيها دلوقتي، كان عشان تكلم واحد صاحبك او ان انت تبعت له رسالة او تطمن على حد لازم يعني ما يعني مش زي دلوقتي. انا ممكن ابعت لك رسالة على الواتس دلوقتي لو انت في امريكا توصلك وانت قاعد هنا في الشرقية او قاعد هنا في القاهرة، فتوصلك في ساعتها في لحظتها انما زمان كان في طرق غريبة ان انت توصل رسالة لواحد صاحبك او عايز تطمن على اخباره او عايز تعرف ما او عايز مثلا تعرف اي حاجة عن اي حد، تبعت له رسالة مثلا ممكن تاخد من 3 ايام لحد 4 ايام 5 ايام 6 ايام. فلسبب ما لان زمان ما كانش فيه تطور وما كانش فيه تكنولوجيا، وزمان الرسالة عشان كانت توصل لحد معين انت عايز توصلها له كانت بتروح يا اما عن طريق الخيل يا اما عن طريق العربيات الكارو او عن طريق الجمال، او ناس بتسافر مخصوص عشان ان هي تروح تودي الرسالة دي للشخص اللي انت عايز تودي له الرسالة. فالفكرة كلها ان زمان كان الامر معقد خالص، مش مجرد رسالة، دي رحلة عشان الرسالة توصل. في اكتوبر سنة 1832 كان في رسام امريكي من ضمن ركاب سفينة متجهة من فرنسا لامريكا. الراجل ده كان اسمه سامويل موريس. موريس اتولد 1791 في مكان صغير كده اسمه تشارلستون في ولاية، مش مهم اسم الولاية. وسنة 1791 دي لو قعدنا ندور في التاريخ مش هنلاقي حاجة مهمة غير إن موريس اتولد. موريس أصله راجل فنان بيحب الرسم زي عينيه، وكان بيشتغل في المهنة دي عشان لقمة العيش، عشان الفلوس يعني. فعم موريس أبوه كان راجل واعظ ديني، بس هو ما كانش له في الكلام ده، هو كان بيحب الرسم وكان بيتجه للفن دائما. درس في أكاديمية فيليبس وبعد كده دخل كلية ييل، الأسماء الغريبة اللي احنا بنسمعها دي، وهناك درس شوية فلسفة ورياضيات، ولكن هو ما يهتمش بالحاجات دي، هو كان قلبه وروحه وعينه في الرسم فاتجه للرسم. اشتغل فترة كرسام بورتريهات وسافر انجلترا عشان يتعلم الفن هناك، وهناك قابل رسام مشهور اسمه واشنطن أليسون، والراجل ده كان بمثابة مرشد ليه، علمه كتير وكان بمثابة المشجع والمقوي والمعزز شجعه يدخل المجال الفن ويتغول فيه. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما حصلت مصيبة غيرت مسار حياته بالكامل. في سنة 1825 موريس كان بيرسم بورتريه لشخصية كبيرة جدا واللي كان اسمه الماركريز لافيت، وده كان بطل الثورة الأمريكية. فجأة وصل له خبر بسيط جدا على ورقة: زوجتك في حالة نقاهة، يعني زوجتك تحتضر، يعني الحاجة بتموت يا عم الحاج ما تروح تلحقها. فموريس ساب البورتريه وساب عمك ماركريز لافيتو اوعى هلا، طلع يجري على البيت عدل. فلما طلع يجري على البيت وصل لقى ان مراته ماتت واتدفنت. في اللحظة دي قلبه اتكسر وزعل، وهو ازاي ان انا اعرف خبر زي ده متأخر، ولا ما ينفعش الكلام ده، ما قلتوليش ليه من قبلها ومش عارف ايه وي 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 هات، وفي الاخر موصلناش لحاجة. وفي اللحظة دي هو قعد يبكي ويزعل، وبعد ما زعل ونفض هدومه كده ولقى نفسه ان هو لا ما ينفعش كده يا عم الحاج، لا احنا رجالة. فراح جاي قايل لك ايه: انا ازاي اصلا يجي لي خبر متاخر زي ده، وانا مش هخلي حد يجي له خبر متاخر زي ده فقعد يفكر جوه نفسه: ازاي يا واد يا موريس اخلي الاخبار توصل بطريقه اسرع، ازاي. فقعد يفكر كده كتير وما وصلش حاجه. فقعد يفكر بقى مع نفسه ازاي يخلي الاخبار دي توصل بطريقه اسرع، وازاي المسافات دي كلها اللي بتاخد مثلا من 3 ايام لاسبوع ما بقاش لها قيمه. ومن ساعتها ودماغه اتقلبت من الفن للعلم. في الرحله البحريه سنه 1832 قابل راجل من بوسطن اسمه تشارلز جاكسون. جاكسون دكتور شاطر في الكيمياء والكهرباء،
وجاكسون ده بقى قعد يوري موريس تجارب بالمغناطيس الكهربي، تجارب بسيطة بالمغناطيس الكهربي. فموريس كده دماغه نورت واللمبة اشتغلت قال له طب انا جات لي فكرة، ايه رأيك لو الكهرباء دي تشيل رسالة وتوصلها في لحظة؟ هل نقدر نعمل كده؟ هل نقدر نعمل كده؟ رجع امريكا وبدأ يشتغل على الفكرة، وهناك اتعرف على واحد اسمه ليونارد غيل، والراجل ده كان استاذ كيمياء في جامعة نيويورك. لما موريس قال له على الفكرة بدأ ان هو يقلل من الفكرة، وما كانش واخد موريس على محمل الجدية خالص، وكان بيغلس عليه وكان قرفه في حياته. بقى انت عايز تعمل، انت هتشتغلنا على الصبح واحنا ناقصينك واحنا فاضيين، هو في فلوس اصلا عشان تجرب؟ ومع الوقت بدأ ان هو يساعد موريس ويعرفه على الدوائر الكهربية. وبعدين دخل معاهم واحد اسمه ألفريد فيل، ابن صاحب مصنع كده مش موضوعنا دلوقتي. فالمهم ألفريد فيل ده كان راجل عملي جدا وراجل بتاع الشغل، فبدأ ان هو يساعدهم يعدلوا الجهاز، واخترعوا مفتاح بسيط يفتح ويقفل الدايرة، وابتكروا معاه الكود اللي احنا كلنا عارفينه، شفرة موريس، واللي هو دوت اند داش اللي هي النقطة والشرطة. في البداية كانوا بيجربوا على مساحات صغيرة جدا، 10 أميال تقريبا. فالحلو في الموضوع ان الرسالة فعلا كانت بتوصل، الرسالة فعلا اتحولت من مجرد فكرة لمشروع حقيقي. وبعد سنين من محاولات كتيرة وصلنا لليوم التاريخي، يوم 24 مايو 1844. موريس كان قاعد جوه الكونجرس في واشنطن، قدامه أول خط تجريبي متوصل لمدينة بلتايمور. كل الناس مستنيين يشوفوا ايه أول رسالة هتتبعت في التاريخ، وصامويل موريس قاعد يكتب أول جملة. بس المفاجأة الجملة ما كانتش من دماغه، دي كانت اقتراح من بنت صغيرة اسمها آني إلسروس، بنت الحاج هنري إلسروس. أكيد يعني مش هيكون القاضي مفوض براءة الاختراع في الوقت ده. آني كتبت له جملة من الإنجيل: ما فعل الله، أو بالإنجليزي خد ترجمة انت. موريس ضغط على المفتاح، الإشارة جريت في السلك بسرعة البرق، وفي ثواني وصلت لبيلتايمور واتسجلت في لحظة على الورق. أول ما الناس شافوا الرسالة بعينهم المكان كله اتقلب بالتصفيق والهتاف. اللحظة دي كانت الإعلان الرسمي لبداية عصر جديد، عصر الاتصالات الإلكترونية. وفي اللحظة دي عمك موريس بس إيده وشه وظهره وقال كده فرجت قوي. وبعد ما موريس عمل أول تجربة ناجحة ليه في سنة 1844، ناس في الزمن ده كانوا شايفين إن في وسيلة أسرع من الجمل أو أسرع من الخيل وأسرع من العربية الكارو في إن هي تنقل الرسائل ما بين هنا وهنا، وما بتاخدش حرفيا بضع دقائق أو حاجات يعني دقائق معدودة. وفي خلال سنين قليلة اتعملت خطوط تلغراف في معظم الولايات. سنة 1851 اتأسست شركة صغيرة كده اسمها ويسترن يونيون. الشركة دي بدأت تكبر وتستحوذ على كل الخطوط لحد ما بقت هي المصدر بتاع التلغراف في أمريكا. وطبعا التلغراف ما كانش مجرد رفاهية، لا ده كان أداة سياسية عسكرية من الطراز الأول. في الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865، الرئيس أبراهاما كان قاعد في مكتب صغير جوه وزارة الحرب متوصل بخطوط التلغراف، وبفضلها كان بيتابع أخبار الجبهات لحظة بلحظة وبيدي أوامر في ساعتها. وده كان حاجة غير مسبوقة وقتها. لكن الأمريكان ما كانوش لوحدهم، أوروبا كمان كانت عايزة تدخل في اللعبة. ومن هنا جت الفكرة الجنونية: طيب ما نوصل أمريكا وأوروبا بخط تحت البحر. وفعلا سنة 1885 اتعمل أول كابل بحري بين إيرلندا وكندا، ولكن التجربة فشلت بعد يومين ثلاثة. هي نجحت أول يوم بس بعد محاولات تانية في سنة 1866 اتعمل الكابل بشكل رسمي، ومن اليوم ده بقى فيه رسائل بتتنقل بين قارتين في ثواني بدل ما كانت بتاخد أسابيع بالمراكب. وطول النصف الثاني من القرن التسعتاشر التلغراف كان هو الإنترنت بتاع الزمن ده. شركات، بنوك، حكومات، جيوش، الكل بيعتمد عليه. حتى البورصة والأسواق اتغيرت لأن الأسعار والأخبار بقت توصل أسرع، والتجار بقى يقدروا يحددوا الأسعار في وقت شبه لحظي. لكن الحكاية موقفتش عند مجرد اختراع وتكنولوجيا. شفرة موريس كمان اتدخلت في مواقف إنسانية صعبة كتير لدرجة إنها أنقذت أرواح. في سنة 1965 كان في طيار أمريكي اسمه جيرميا دينتون اتأثر بعد ما طيارته وقعت. الفيتناميين حبوا يوروا العالم إن هم ماسكين أسرى كبار، فقاموا ماسكين جيرمي دينتون وطلعوه في لقاء تلفزيوني وقالوا في الأسرى ازاي بنعاملهم بطريقة كويسة. كان ذكي جدا لدرجة انه قعد يرمش بعينه بطريقة مش طبيعية. الناس افتكرت ان هو متوتر او خايف او طر، ولكن الحقيقة دينتون كان بيستخدم شفرة موريس بعينه. الرمشة الطويلة يعني داش شرطة، والرمشة الصغيرة يعني دوت نقطة. اللقاء كله كان قال كلمة تورتي اللي هي تعذيب،
وان والعالم كله عرف ان الفيتناميين بيعذبوا الاسرى. الكلمة دي وصلت للعالم كله واثبتت ان الاسرى بيتعذبوا فعلا، ودي كانت اول مرة في التاريخ يتم استخدام شفرة موريس كوسيلة للتبليغ عن انتهاكات قدام الكاميرا. لحظة تاريخية بتورينا قد ايه الاختراع ده ما كانش مجرد كود غريب أو وسيلة للتسلية، لكن أحيانا كان الفرق بين إن الصوت يوصل أو يفضل مكتوب. طب تعالى نشوف نظام شفرة موريس ده كان ماشي ازاي. موريس مع فريقه اخترعوا طريقة ذكية جدا، بدل ما يكتبوا كلام كامل لا بيكتبوا رموز وهي بيترجموها لكلمات. يعني انت بيكون عندك طرف أول وطرف تاني، الطرف الأول بيبعت الدوت أند داش والتاني بيترجم الدوت أند داش دي. يعني مثلا عندك أول حرف نقطة وشرطة اللي هو حرف ال A، عندك حرف ال B شرطة وثلاث نقط، وعندك حرف ال S 3 نقط، وعندك حرف ال O 3 شرط. ودي الحروف والأرقام والرموز بشفرة موريس لو عايز تتعلمها. هسيبها لك هنا، خدها سكرين. عشان كده لما حد بيبعت سوس أو بيبعت الرمز ده اللي هو 3 نقط و3 شرط و3 نقط تبقى استغاثة، وكل العالم بقى فاهم معناها. التشفير ده كان ذكي جدا لأنه بيخلي أي لغة في العالم تتحول لنقط وشرط، وده خلاه يبقى لغة عالمية للاتصال، لدرجة إن السفن في البحر والطيارات حتى الجيوش كانوا بيستخدموه لحد سنين طويلة. وفي الحرب العالمية الأولى التلغراف لعب دور كبير جدا في التجسس والمعلومات. واحدة من أشهر القصص كانت رسالة زميل مان، رسالة سرية ألمانية بعتتها للمكسيك، والإنجليز قدروا يفكوها بالتلغراف، والموضوع ده كان سبب إن أمريكا تدخل الحرب. يعني التلغراف ما كانش مجرد جهاز، لا ده كان شبكة الإنترنت بتاع القرن ال19. كل الرسالة بتتبعت بنقط وشرط، كانت في وقتها زي ما احنا دلوقتي بنبعت مسج على واتساب. وعلشان تحس بالموضوع أكتر خلينا أجرب معاك لعبة صغيرة. انا هكتب دلوقتي شفرة على الشاشة وانت هتترجمها لي في الكومنت. هسيب لك دلوقتي الصورة فيها الارقام والحروف والرموز، فانت هتبدأ ان انت تذاكر الورقة دي وتبدأ ان انت تفك الشفرة. وما كان معانا 3 شفرات، شفرة بلس، شفرة الجمعة وشفرة موريس. الشفرات كترت علينا والله. وبكده نكون خلصنا أول حلقة من شفرة الجمعة. استنوني كل جمعة في فيديوهات جديدة هنتكلم عن بداية التكنولوجيا وازاي الأفكار البسيطة دي اتطورت لحد ما وصلت للبرمجة والأنظمة اللي بقينا شغالين عليها دلوقتي. فلو أنت مهتم بالتكنولوجيا والبرمجة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وضغط لايك للفيديو. وبس كده، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.